طبعا حبايب قلبي اليوم طبختنا بوتيتا طالع بيها بصل. هسه راح اسوي لكم اياها تصير تخبل. وهنا خلينا شويه هذا شو اسمه، نسيته ما ادري، المهم التباعد تعرفوا شنو، راشي. وهنا خلينا بهاي سطله شويه مي تمن على مود نستخدمه للوجه، لا اقصد يعني للطبخ. هنا بعد ما وخرنا البصل من البوتيتا نقدر هسه نخليها تعرفون يعني بالطاوه. وهنا بعد ما احترقت هاي العجينه نخلي المي مال تمن. وهنا تجيب لك كيس معسل مال نرجيله تخليه من عنده بس بهالكميه، يعني لا تكثر ولا تقلل ولا في مال لا. هنا بعد ما تدير بطل كامل من زيت يطلع عندك بهذا الشكل البوتيت. اهم شيء تدير بطل كامل ان شاء الله سمو زق ناموس. هنا بعد ما درت البوتيته فوق التمر مال الحصل كله قمض يطلع عندك هذا الشكل. شوف الريحه شوف. بالنهايه يطلع عندك هذا الشكل المعجن. اكيد ما راح تقدر تاكله، شوف الاقرب بهيمه طهيها بالعافيه تكسب اجر يعني. واكيد لازم ما ننسى لبن الجويميس هذا الاكسباير، الحمد لله والشكر. لا تنسون ان شاء الله يطلع لك قرون مثل هاي، مدري هذا مدري هي مدري. لا تلحون، دعمنا المنتج الوطني مرتين ثلاثه كافي. بالنهايه يطلع عندنا هذا الشكل تمن هذا وبالنهايه يطلع عندنا هذا الشكل تم البوتيته.